اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادي الجزر اللي احنا جبناه ب10 جنيه، قطعت حبه اللي هو كان ايه متكسر مش عارفه ايه الكلام ده، قطعته. وهنا الجزر الصغنن بس هخليه كده سليم، ده هنخليه ان شاء الله رمضان، وده هنخليه دلوقتي. هحطه في البرطمانات وارجع لكم. دلوقتي انا حطيتهم اهو، المتقطع حطيته في جردل، والسليم ده حطيته في برطمان. وادي الميه. انا اكتر من ملح وشطه ما بحطش طبعا، حقك بايه بعينيكي. يعني ايه؟ يعني ولا يبقى عادم قوي ولا يبقى حادق قوي، عشان عادم قوي هيريم معاكي وهيغيب في السوا ومش هيبقى حلو. لازم يبقى ملحه مظبوط ومش مظبوط برضه، يعني نظبط الملح نقوم مزودين بقى كمان معلقه. يعني اما نظبط الملح احس ان الملح كده مظبوط او مزوده يظبط معاكم المخلل. بصوا انا بعملها بالبركه، انا مش بحط مقدار. هظبط الملح وبقوم منزله الشطه على طول. كده انا دقته وكده ملحه مظبوط، هقوم مزوده معلقه. انا كده ظبطت الملح، هنزل بقى بمعلقه شطه كده حلوه. اللي حابب يحط معلقه سكر يحط، بس والله انا بعمله بالطريقه دي لحد اخر حبايه. في اي مخلل انا بعمله بيبقى ماسك نفسه ومش مهري وبيبقى طعمه حلو جدا. مش كل حاجه بيتحط لها سكر ولا خل. دلوقتي بقى اجيب كوبايه كده، هاتي الباقي بقى احطه هنا. هجيب شويه ميه وارجع. هو انا كده حطيت الميه اهي، هغطيه بقى ونشوف الليمون بيتعمل ازاي. وده الليمون انا مش بغليه، هو داخل على الغليان بقوم طافيه عليه واقوم مغطيه، وكل يوم بغير الميه. اغير الميه عليه 3 ايام ونشوف هنعمله ازاي. وادي الليمون خليته 4 ايام في الميه، فتحته كده اهو هو كده بس ماسكه نفسها ازاي، ان انا ما بخلوش يتسلق لسه داخل على غليان، بقوم طافيه عليه عشان ما يتهريش معايا. 4/4 كده. دلوقتي بقى هاتي هنا كده مرة اصفر، كده انا الحاجات دي بتبقى عندي. البركه برضه هحط 3 معالق. هريسة شطه، بالملح وخل. ممكن بقى نعمل حاجتين، يا اما امسك واحده واحده احشيها كده اهو وارصها في البرطمان، يا اما هدلقها كلها في البرطمان. فمش لسه هقف بقى اعمل واحده واحده، هقول لكم هنعمل ايه. دي البرطمانات اللي انا بخلل فيها، اخلص اقوم غسلاها وحطها في كيس وشايلاها.
هننزل بقى ايه نازله كده كده ايه هو هيخش في كله. اهو كده اهو. وهنزل بقية الليمون. لسه هنحط خل تاني، ممكن نحط له خل صافي يعني ما نحطش ميه، وممكن نزود ميه، فانا مش عايزاه يستوي بسرعه، فانا مش هنزل بكله بخل. وهنزل بشويه. طريقه سهله وبسيطه جدا. كل ما نحط حبه ليمون ننزل بحبه عصفر، على هريسه، على حبه البركه، على خل، على ملح. يا ريت ما تنسوناش بالاشتراك ومفعل الجرس وندوس على كلمة الكل، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك. هكملها بقى ايه، دي ميه مغلية وسايباها ايه لما هديت شوية، بس هي لسه بتطلع بخار. هي لسه ايه الميه هتنزل تحت. هخلص الكمية كلها وارجع لكم. يا رب تكون طريقتي عجبتكم. ادي الليمون، ادي الجزر، واتبقى كام ليمونه حطيتهم في علبه صغيره. يا ريت بقى ما تنسوناش بالاشتراك ومفعل الجرس وندوس على كلمه الكل. يا رب تكون طريقتي بتعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.